يوم الشهيد الفلسطيني تم إقراره في عام 1969 من قبل منظمة التحرير الفلسطينية. أول شهيد أحمد موسى سلامي مفجر نفق علبون في 1/1/65 انطلاق الثورة الفلسطينية. طبعا هو ليس أول شهيد، وإنما هو أول شهيد في الثورة الفلسطينية، لأنه في النكبة كان أكثر من 15,000 شهيد، ومن ثم النضال والمقاومة على مدار كل السنوات كان هناك أكثر من 100,000 شهيد قبل 7 أكتوبر، وبعد 7 أكتوبر الآن نحن أكثر من 22,000 شهيد. هذا هو الشعب الفلسطيني الذي لا يملك إلا دماؤه لكي يقاتل من أجل هذه الأرض الطاهرة. اليوم تكلمنا في ورقة بحثية بتتكلم عن احتجاج جثامين الشهداء ومطالبة الأهالي المتكرر لجثامين أبنائهم، وإحنا فعلنا الهاشتاج تاع بدنا أولادنا اللي هو هاشتاج موجود في الحملات التضامنية لاستعادة جثامين الشهداء. حكينا كمان في الورقة عن مقابر الأرقام، وهي مقابر عسكرية بتخضع لحراسة أمنية عالية جدا، ممنوع وصول الأهالي لها، بتحمل أرقام معدنية. هذا الرقم مربوط بملف السري للشهيد، ذوي ما بيعرفوا أي شيء عنه ولا وين موجودة هاي المقابر، ما في إلها أعداد ولا في إلها أماكن تواجد ثابتة. نحن ما زلنا في خندق المقاومة، وبهذا نعلن اليوم بأننا إما تحت هذه الأرض وإما فوق هذه الأرض. ونحن في مؤسسة سيد الأرض وفي المركز التراث الفلسطيني نواكب كل هذه الحالة الوطنية، الذاكرة الوطنية، لأنه أيضا حربنا الحقيقية مع هذا الاحتلال هي حرب رواية. فمن هنا ومن تونس ومن مركز الثقافي علي البلهوان ونهج فلسطين تعبير من هذا التونسي بأنه هو شريك 100% قلبا وقالبا. التونسي ليس هو متضامن مع القضية الفلسطينية، بل هو شريك في الحق الفلسطيني. وهي رسالة أخرى أيها العرب، هذا التونسي يستحق منا أن نرفع له القبعة إكبارا وإجلالا، وهذا التونسي يتمتع بحالة ثقافية وطنية تعظيم سلام. جاتني الفكرة أنه نخدم على خريطة فلسطين الأصلية بتقنية التطريز اليدوي. عملت 3 لوحات، لوحة تمثل خريطة فلسطين بالرموز متاعها، واللوحة الثانية تمثل خريطة فلسطين بالمدن الأصلية كما كانت قبل متاعها، واللوحة الثالثة هي لوحة خريطة فلسطين بطريقة فنية معبرة. عندما يذهب الشهداء إلى النوم أصفو وأحرسهم